إزاي تقدر تسيطر على أي امرأة بتتلاعب بك؟ ده عنوان مهم جدا. هقولك على 6 علامات مهمة جدا جدا نفسيا تساعدك تسيطر على أي امرأة بتلعب بيك أو أنت حاسس إنها بتلعب بيك وتخليها دايما تحت طوعك. ركز معايا وامشي معايا خطوة بخطوة. في البداية ناس كتير جدا ممكن ما تبقاش فاهمة الكلام اللي أنا بقوله، لان اوقات كتير جدا ممكن تاخد الكلام طريقة انك بتنصف الراجل على الست، ولكن احنا بنتكلم عن الست المتلاعبة اللي دايما بتأذيك، بتستخدم معاك الاوف اون، بتعمل معاها كل حاجة حلوة ومش بتقدرك، دايما بتقدم لها خدمات كتير جدا ولكن في النهاية مش بتقدر كل ده. ورقة وقلم وعايزك تركز معايا خطوة بخطوة. لو انت بتحس ان الست اللي موجودة في حياتك دايما بتستخدم معاك ألاعيب نفسية، من اهم الألاعيب دي ان دايما بتوعدك مثلا بوعد ومش بتنفذه، دايما بتختفي من حياتك فجأة، دايما تلاقيها بتهتم بيك شوية وترجع تختفي تاني، بتستخدم معاك نمط نفسي متكرر في انها تخليك تحس انك اهم شخص في حياتها، ومرة تتعامل معاك كأنك ولا شيء بالنسبة لها. تلاقيها دايما بتتكلم معاك بطريقة كويسة، تمدح فيك، تمدح في شخصيتك، تمدح في كل حاجة انت بتقدمها، وفجأة تبدأ تعمل العكس وتلاقيها بتتجاهل، ما بتقدرش اي حاجة انت بتعملها. نفسيا ده بيخلق جواك اسئلة كتير جدا. هي بتحبني ولا مش بتحبني؟ عايزة تكمل معايا ولا لا؟ طب هي بتتلاعب بيا ولا لا؟ هي عايزاني ولا مش عايزاني؟ فاللي انا عايز اقوله لك اسمعني كويس. اللي احنا محتاجينه في الحلقة دي مش انك بس تسيطر عليها، ولكن احنا محتاجين نوقف فكرة انها تسيطر عليك. قدرت انك تنجح معايا في انك تخليها تبطل تسيطر عليك، هتلاقي من غير ما تحس انت اللي بتسيطر عليها وانت اللي بتسيطر على افكارها. فاول حاجة احنا محتاجين نشتغل عليها اننا الاول نقدر نفهم اللعبة كويس. ده رقم 1 انت هتكتبه عندك دلوقتي. لازم افهم لعبتها الاول. طيب هفهم لعبتها ازاي؟ خلينا بالراحة كده بعمق بسيط جدا نفنط كل اللي بيحصل معاك. دلوقتي الإنسانة دي لما أنت عايزة مثلا تتصل بيك أو أنت عايزة تقرب منك، طيب هي بتبدأ تعمل إيه؟ أول حاجة ما بتتصلش وبتبين إنها مشغولة جدا جدا. ده مرة واحدة بيحصل، فأنت بتعمل إيه؟ بتبدأ تحس بقلق، تبدأ تحس بتوتر، فدماغك تبدأ تقولك إيه؟ اتصل بيها فورا، شوف هي فين. فتبدأ تتصل بيها فما تردش أو تتجاهل أو تقولك أنا مشغولة دلوقتي بعدين نتكلم، أو تلاقيها مرة واحدة كده مش بتطول معاك في الكلام. فده كله بيخلق توتر وقلق جواك، والتوتر والقلق ده بيعمل ايه؟ بيخليك تحس انك عايز تبعت رسائل اكتر، او يخليك تحس انك عايز تعاتب اكتر، او يخليك تستخدم اساليب نفسية تساعدها في انها تضمنك في العلاقة اكتر وتسيطر عليك اكتر. طيب بلاش دي، هي بتختفي، فانت تلاقي نفسك بتتصل اكتر وتلاقي نفسك تقول هي زعلانة مني ولا ايه؟ انا ضايقتها، انا عذبتها، انا عملت حاجة تزعلها، انا عملت حاجة تهينها مثلا، وتفضل تسأل نفسك اسئلة كتير جدا. والاسئله دي لما بتحسسك نفسيا بالرفض، انت بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تتصل اكتر وتبعت رسائل اكتر، ولو ردت عليك تفضل تعاتبها اكتر. فالانسانه دي وصلت لمرحله او وصلتك لمرحله انها بقت شايفه نفسها في العلاقه مش محتاجه تعمل اي حاجه، مخلياك انت اللي بتعمل كل حاجه، انت اللي تتصل زي ما هي عايزه، تعمل كل اللي هي عايزاه. انت بقيت بتعمل كل حاجة في العلاقة بسبب القلق والتوتر اللي انت عايش فيه بسبب افعالها معاك. ودي اول نقطة من نقاط السيطرة اللي المفروض انت تكون فاهمها وتكون كتبتها عندك دلوقتي. العلامة رقم 1، هي بتحاول انها تختبر ردة فعلك على انك هتتصل بيها ولا لا. خلينا كده نفترض ان الانسانة دي كانت كل يوم بتتصل بيك وكل يوم بتحاول تتكلم معاك، فجأة بعد كل المجهود اللي كانت بتعمله ده بدأت تقلل المجهود ده وبدأت تقلل كلامها معاك. أول حاجة بتيجي في بالك يمكن مشغولة، يمكن تعبانة من حاجة معينة، يمكن في حاجة مضايقاها، فدماغك تبدأ تقولك استنى شوية، ما تحاولش تتصل دلوقتي، خليك تقيل شوية. بتسمع كلام دماغك وتبدأ تهدى، لكن القلق والتوتر بيزيد جواك وتحس بنار انت مش قادر تتحكم فيها، فتلاقي نفسك بتبعت رسالة وهي بترد ببرود او ما تردش خالص، فتبدأ تبعت رسالة، فدماغك تقولك ابعت رسالة تاني، دماغك تقولك اتصل بيها تاني، فتلاقي ردها بسيط او تلاقيها مش بترد او بتكنسل عليك، فتبدأ تبعت رسائل تحاول تراضيها فيها. مالك؟ فيك ايه؟ اللي مزعلك؟ قولي لي ايه اللي مزعلك وانا هصلحه، ارجوك كلميني عشان خاطري كلميني، وتبعت اكتر من رسالة تساعدها في انها تضمنك في العلاقة. فنفسيا لما تبدأ تضغط عليها في العتاب وتبدأ تتكلم معاها اكتر، نفسيا هي بتبدأ تقدم في الوقت ده بقى انا تعبانة، تفضل تبرر، تبدأ تقول لك الظروف،
اصل شخصيتي، اصل انا باخد علاج كذا، اصل انا بعمل كذا، حاجات كتير جدا بتبدأ انها تقدمها لك في الوقت ده. طيب بعد الكلام اللي انا بقوله ده المفروض افهم من كده ايه؟ او ايه اللي المفروض انا اعمله دلوقتي؟ رقم واحد، ممنوع اننا نبادر او ممنوع نطارد. انا لقيتها بتستخدم معايا الالعاب اللي شرحناها دلوقتي مرارا وتكرارا، فجاء دورك بقى في انك رقم واحد تقول لنفسك دلوقتي انا مش هبادر تاني، مش هطارد تاني، مهما حصل تختفي زي ما هي عايزة. فنفسيا لو الانسانة دي لقيتها مشغولة، بين انك انت كمان مشغول وما تتصلش بيها ولا تطاردها. نفسيا لو جيت تتواصل معاها ولقيتها ردودها قليلة، كلامها قليل، بتختصر الكلام، انت كمان لازم تستخدم نفس الاسلوب. ردودك تكون مختصرة، تختصر الكلام جدا، بل وكمان انت اللي تبادر في انك تقفل المكالمة. طب انا مضطر اقفل دلوقتي، مش فاضي، انا مضطر استأذن دلوقتي عشان انا مشغول جدا. لو لقيت الانسانة دي كمان في بعض الاوقات بتقولك لو سمحت يا احمد، بعد اذنك لو سمحت اديني فرصة، بلاش نتواصل الفترة دي لاني تعبانة جدا. بلاش تعمل زي محمد لما كان بيعمل ايه، كان كل شوية يقول لها ليه، في ايه، طب قوليلي، مش احنا واحد، المفروض تعرفيني، ويبدأ يضغط عليها. انت بتعمل ده بدافع الحب، لكن هي عايزة مساحة. انت مجرد ما تبدأ انك تعمل زي محمد وتفضل تضغط عليها علشان تفهم في ايه، وعلشان تبين ليها انا ما اقدرش اعيش من غيرك، قوليلي احنا المفروض في مركب واحدة ومع بعض والكلام ده، فنفسيا انت بتعمل ده بدافع الحب، لكن هي هتاخد ده بدافع السيطرة. لكن لما ابدأ مرة واحدة كده اقول ايه، تمام مفيش مشكلة، انا شايف برضو اننا المفروض ناخد مساحة الفترة دي بعيد عن بعض، لما تهدي خالص وتحب تتكلمي هكون موجود. انت بنت انك شخصية ناضجة وشخص واثق من نفسك وشخص متزن نفسيا، فتبدأ هي تنجذب ليك اكتر وتقرب. وفكرة انها تاخد مساحة مش هتكون طويلة، بالعكس تكون قصيرة جدا، وهترجع لك وهتلاقيها بتحكي لك كل حاجة وانت بتسيطر عليها من غير ما تحس. العلامة رقم 2، هي بتحاول انها تستخدم الغموض في العلاقة بينك وبينها سواء بقصد او من غير قصد، علشان تخليك تفضل في حالة القلق طول الوقت. دي نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها، لان فكرة الغموض هو من اقوى الادوات ومن اقوى الاساليب النفسية اللي بتساعد ان الشخص اللي موجود في حياتك يسيطر عليك ويتلاعب بيك بكل سهولة. لان الانسانة دي تصرفاتها معاك مش بتقولك انا عايزاك، وفي نفس الوقت مش بتقولك انا عايزاك تبعد عني، لكن في النص تلاعب كبير جدا بيأذيك نفسيا، بتخليك كده واقف في النص. مرة تحسسك انك قريب منها قوي وتحسسك بمشاعر جميلة، ومرة تحسسك انك بعيد عنها ومش عايزاك، ويمكن تحسسك كمان انها قرفانة منك كمان. ومرة تتكلم عن مستقبلكم وان قد ايه هي محتاجة انكم تقربوا من بعض ومستقبلكم هيبقى جميل وحاجة قوية جدا، ومرة تلاقيها اصلا بتنفر من مستقبلكم ومش عايزة تتكلم فيه، ومهما حاولت انك تتكلم او توصف المستقبل بينك وبينها ما بتعملش ده. فانت نفسيا عقلك شايف حاجة فيها علامة استفهام، طول الوقت بيسأل، مفيش فيها وضوح. وللأسف الشديد احنا عقلنا كبشر متبرمج ان الحاجات اللي بيكون مفيش فيها وضوح او علامة استفهام بيفضل متعلق بيها قوي، عايز يحللها ويحلل تصرفاتها علشان يقدر يفهم ايه اللي ورا علامة الاستفهام دي. فاحنا هنا بنتكلم انك دلوقتي متعلق بفكرة انك بتحاول تفهم هي بتعمل كده ليه، بتفكر في ايه، عايزة ايه، عايزاني ولا مش عايزاني، هي تقصد ايه من تصرفاتها دي، طب هي ليه قالت كده، طب هي لسه بتحبني ولا لا. بس في الحقيقة، بس اللي لازم تكون فاهمه، انت مش بتحاول تفهم شخصيتها ومش بتحاول تفهم الكاركتر بتاعها، لكن الفكرة نفسها ان هي نجحت في انها تخليك تفضل تلف في الدايرة اللي هي صنعتها ليك، او تفضل تلف في الفخ اللي عملته علشانك. فالحل في النقاط البسيطة اللي زي دي انك تطلب منها انها تكون واضحة معاك، وما تطلبش ده 10 مرات 20 مرة زي ما محمد بيعمل، لا اطلب ده مرة واحدة بس. عايزك تبدأ تقول لها شوف يا بنت الناس، انا بحب دايما العلاقة اللي تكون واضحة، العلاقة اللي تكون جميلة مفيش فيها لف ودوران. لو انت عايزة تكملي معايا فخلينا نكون واضحين مع بعض، ولو انت مش عايزة تكملي فانا بحترم قرارك جدا وعمري في حياتي ما هجري وراك، بس خليك واضحة معايا. بعد ما تقول الكلمتين دول عايزك تبدأ تراقب أفعالها وتراقب تصرفاتها كويس جدا. لو لقيتها بدأت تغير من سلوكها فتمام كويس، اخلق التوازن في العلاقة واهتم زي ما هي بتهتم. بس لو لقيتها مستمرة في عدم وضوحها ومستمرة في الأسلوب السلبي بتاعها، ابدأ وقتها قلل
من وجودك في العلاقة بشكل تدريجي. لما تبدأ تقلل من وجودك في العلاقة بشكل تدريجي، الإنسان اللي هي متعودة على وجوده في حياتها مش هيبقى موجود. وهنا انت نجحت في أهم خطوة، في إنك من غير ما تحس خليت الإنسانة دي هي اللي تبدأ تجري وراك، وهي اللي تغير من أسلوبها غصب عنها. العلامة رقم 3، انت نفسيا في بعض الأوقات لما بتبدأ توصل بقى لمرحلة إنك طفحت من أسلوبها. سامحني على التشبيه، بس لازم تفهم كويس جدا إنك في الوقت ده بتبدأ تحط لها حدود. تحط لها حدود على الأساليب السلبية اللي بتستخدمها معاك. فنفسيا أول ما بتحط حدود هي بتبدأ تخليك تحس بالذنب علشان انت حطيت الحدود دي بينك وبينها. هبسطها لك. لما تيجي تقول لها مثلا يعني أنا مش قابل إنك تعملي ده، أنا مش قابل تكلميني بالطريقة دي، فأول حاجة بتيجي تقولها لك إيه؟ على فكرة انت اتغيرت معايا، أنا مش متعودة منك على كده، مش متعودة على الأسلوب اللي انت بتعاملني بيه ده. لما تيجي تقول لها مثلا أنا مش مناسب معايا إنك تختفي بمزاجك وتتكلمي ببرود بمزاجك وتتعاملي معايا بالطريقة دي، فتلاقي ردها دايما بارد معاك. انت ما بقيتش تحبني، انت بقيت معقد جدا، انت بقيت حساس زيادة عن اللزوم. فالإنسانة دي انت لو جيت تلاحظ في كلامي تلاقيها بدل ما تناقش الحوار معاك بتحسسك ان المشكلة عندك انت. يعني بدل ما تبدأ تناقش السلوك وتبدأ تقول لك اصل الظروف واصل كذا واصل كذا، لا، ده كمان بتطلعك انت اللي معقد والمشكلة عندك انت، وما بقتش هي اللي مستحملاك، وهي مش عارفة ايه، وهي اللي بتعمل وانت ما بتعملش، وحاجات كتيرة قوي زي اسلوب قلب الترابيزة. فنفسيا في رجالة كتير جدا بتبدأ تستخدم اسلوب، وده خطير جدا على فكرة. اول ما تبدأ الشخصية المتلاعبة اللي موجودة في حياتها تحسسها بالذنب، لما تيجي انت مثلا تقول لها انا مش قابل ده فتقول لك انت اتغيرت او انت معقد، فيبدأ الراجل او في بعض الرجالة تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تتنازل عن الحدود دي، وتبدأ تقول لها طب أنا آسف ما تزعليش بس أنا بعمل كده بسبب أسلوبك وبسبب طريقتك. لا، لازم تفهم قاعدة كويس جدا، أنت مش بتحط حدود علشان خاطر تحس بالذنب، أنت بتحط حدود في العلاقة علشان العلاقة دي تنجح، بتحط حدود في العلاقة علشان تحمي الطرف التاني وتحمي نفسك. فأنت بتقول للطرف التاني أنا المسؤول عن الحاجة اللي المفروض أنا أقبلها إنك تعملها في العلاقة، ومسؤول عن الحاجات اللي المفروض أنا مش قابل بيها. فانت هنا بتحمي نفسك بانك بتكون مسؤول عن الحاجات اللي تريحك نفسيا اللي هي بتعملها، فالحاجات دي بتريحني نفسيا. لكن الحاجات اللي مش بتريحني نفسيا انا بقول لها ستوب، اقفي مكانك، الاسلوب ده مرفوض، طب انت اتغيرت، انا اتغيرت، يلا مع السلامه. فانت بكل بساطه كل ما تحط لها حدود وتبدا هي تتكلم معاك بكل بساطه، انت اتغيرت او انت ما بقتش بتحبني، ما تقولهاش انا بحبك وما اتغيرتش والكلام ده، لا، قول لها بكل بساطه شوفي انا مش مختلف معاك ومش بحاول اطلعك انسانه وحشه، انا بحبك وكل حاجه، بس في حاجات او في تصرفات انت بتستخدميها مبدئي مستحيل ان يقبل بيها، ولو بتحبيني مش هتعملي التصرفات دي. بس ما تدخلش في الجدال طول الوقت، ما تحاولش تشرح اللي جواك طول الوقت، ما تحاولش تقول لها اصل دي مش من صفاتي وانا مش عارف كذا، لا، هما كلمتين وشكرا. العلامه رقم 4، وده مصطلح مشهور في علاقات كتير جدا، الانسانه دي بتديك اهتمام في بعض الاوقات، وتاني يوم او بعدها بشويه تبدا تسحب الاهتمام ده، فده بيخلق حيره وتساؤلات كتير جدا جواك، لان ده من اخطر الاساليب النفسيه اللي بتساعدك تتعلق بالشخص المتلاعب اللي موجود في حياتك. لان دايما الانسان ما بيتعلقش بالاهتمام بس، يعني اما تلاقيها مهتميه بيك طول الوقت انت مش ده الاسلوب اللي بيخليك تتعلق بنسبه كبيره، لكن المشكله اللي بتخليك تتعلق بيها اكتر وتكون زي المجنون وراها هي فكرة اهتمامها الغير منتظم، تهتم شوية وشوية لأ، شوية فوق وشوية تحت، شوية فوق وشوية تحت. ده اللي بيخليك هي لما تبدأ تهتم فوق شوية بترتاح وتهدى، لما تبدأ تخفف من اهتمامها التوتر والقلق يزيد، فتبدأ تسأل أكتر، فأنت اللي تبدأ تتصل وتهتم وتبادر، فترجع هي مثلا تهتم فأنت تبدأ تطمن وتهدى ومش عارف إيه، وتفضل في نفس الدايرة شوية فوق وشوية تحت. ده بيكون من اخطر الاساليب اللي بتخليك تتعلق بيها طول الوقت. فانا عايز اسالك سؤال وخليك صريح معايا وانت بتجاوب على السؤال ده، لو الانسانه دي نفسيا كانت بتتعامل معاك بالاسلوب اللي فيه تلاعب ده، شويه تهتم وشويه ما تهتمش من اول يوم عرفتوا بعض فيه، هل كان ممكن انك تكمل معاها؟ هل كان ممكن انك تفضل مستمر في انك تتعرف على الانسانه دي وتفضل مستمر في انك تدي خدمات وعطاء طول الوقت؟ ما اظنش.
لانك وقتها هتقول انا مش حابب ده، مش ده اللي انا طالبه. بس في النهايه لازم تكون فاهم حاجه كويس جدا، انا ليه قلت لك كده؟ علشان عايز ابين لك ان لو كانت اجابتك لا انا ما اقبلش بده، فللاسف انت عايش في وهم، انت مش قاعد على ارض الواقع في العلاقه دي، لانك طول الوقت بتتمسك بامل واحد بس، ان ممكن تتغير، ممكن ترجع تهتم اكتر، ممكن اسلوبها ده خلاص تبطله وتبدا انها تحبني اكتر وتهتم بيا اهتمام باستمرار. العلامه رقم 5 بقى، الانسانه دي بتستفزك نفسيا علشان تبدا توصل لحل معاك او تاخد منك اللي هي عايزاه. لما بتبدا نفسيا توصل لمرحله انك خلاص مش عايز تطارد، خلاص كرامتي هي كل شيء في حياتي، مستحيل اطارد تاني، بتبدا هي تحس انها خلاص فقدت السيطره عليك، وانك خلاص ما بقتش تحت طوعها، او ما بقتش تحت كلمتها، او خلاص ما بقتش مجنون بيها زي الاول. فبتبدأ تستخدم معاك اسلوب من الاساليب التلاعبية النفسية اللي بتساعدها ترجع سيطرتها عليك، انها نفسيا توصل معاك لاهم مرحلة، انها ترجع تستفز، تقول حاجة تضايقك، تبدأ تلمح ان في واحد تاني موجود في حياتها، تفضل تتجاهلك لما تكونوا انتوا موجودين مثلا في حفلة، او موجودين في مكان، او موجودين في شركة مع بعض مثلا، تبين انها متجاهلاك قدام الناس دي، تبدأ تنزل حاجات عندها على البيج بتاعتها او على الستوري، وهي عارفة ان الحاجات اللي بتنزلها دي هتخليك تتضايق وتتعصب وتزعل وتتنرفز، وحاجات كتير قوي انت ما بتحبهاش هتعملها في الوقت ده. فتبدأ بقى تسأل نفسها، هيغير ولا مش هيغير؟ الشخص ده هيتصل ولا لا؟ هيجي يكلمني ويقف قدامي ويحاول يزعق ويتعصب زي ما كان بيعمل ولا لا؟ فاللي انا عايزه منك تكون ذكي وتشغل دماغك كويس جدا معايا. اوعى انك تدي ردة فعل لكل اللي انا قلت لك عليه ده، يا رب ما كنتش نسيت حاجة منهم. يعني ما تحاولش انك تكافئ استفزازها ليك بردة فعل ممكن تخليها تسيطر عليك تاني. مش معنى كلامي انك تكون بارد معاها، ولا معنى كلامي انك تتجاهل بشكل كامل، لا، لكن اللي انا عايزك مثلا تعمله لو انت عايز تدي اي ردة فعل، ابدأ اسألها في مشكلة بيني وبينك، والمشكلة دي احنا محتاجين نتكلم فيها. لو قالت لك تمام مفيش مشكلة انا تحت امرك، او تمام خلينا نقعد ونتكلم، اتكلم بهدوء من غير عصبية، ما تعاتبش في كل حاجة. لو لقيتها بتستفزك اوعى تقع في الفخ، ابدأ اسحب النقاش واخرج وقول لها خلاص مش حابب اتكلم اكتر من كده، ربنا يوفقك، السلام عليكم. الفكرة كلها ان الانسانة دي لو متعودة ان شخصيتك مثلا هي شخصية مش بتصبر، دايما عصبي، دايما بتتكلم بطريقة مش كويسة، دايما طريقتك في الكلام فيها نوع من النقاش اللي ممكن يأذي بشكل كبير جدا، فلما تبدأ تبين لها العكس وانك هادي وريلاكس خالص، ده بيخليها تحس بالخطر اكتر، وده بيخليها تحس ان شخصيتك اتغيرت اكتر، فده بيساعدها بشكل كبير جدا انها تقلق وتتوتر وانت اللي تسيطر عليها كمان. العلامة رقم 6، الإنسانة دي جعلت من شخصيتك إنك محتاج موافقتها على كل حاجة في علاقتكم، ما تقدرش تعمل حاجة في العلاقة غير لما لازم ترجع لرأيها الأول، ودي مرحلة خطر. خلي بالك لما مثلا تبدأ تفكر إن الإنسانة دي راضية عني، الإنسانة دي بتحبني، تبدأ تسألها تقول لها أنت بتحبيني ولا لأ؟ طب هتحبيني لحد إمتى؟ هو أنت ممكن تبعد عني؟ هو أنت ممكن تسيبيني؟ ممكن تروحي لحد تاني؟ فأنت كده خليت حياتك كانت في إيدك أنت، وقرارك بإيدك انت في ايديها هي، اديت حياتك كلها ليها هي اللي تقدر تقيم هل اكمل معاه ولا لا. فانت لازم تفهم يا صديقي العزيز، ودي نقطة مهمة جدا، ان قيمتك مش هتتحدد بالانسانة دي اهتمت بيها فقيمتي علت، الانسانة دي قللت اهتمامها او اختفت فقيمتي انتهت. اوعى تعمل ده، لان ده فخ كبير جدا بيأذيك نفسيا، لما تبدأ تحس ان وجود الانسانة دي هيخليني اشتغل واسعى واجتهد واخد قرارات كويسة واعمل كل حاجة، واختفاء الانسانة دي من حياتي هيخليني ما اقدرش اشتغل وما اعملش وما اعملش وما اعملش. اوعى تقع في الفخ ده. اللي انا عايزك تفهمها وهقول لك على 5 حاجات لو انت فعلا من العلامات اللي قلناها بتعيش مع امرأة او بتتعامل مع امرأة بتتلاعب بيك بشكل كبير جدا وبتأذيك نفسيا، فانا هقول لك على 5 حاجات في نهاية الحلقة يساعدوك انك انت تحول الانسانة دي من سيطرتها عليك انت اللي تسيطر عليها، او انت تشيل سيطرتها عنك عشان تقدر تعيش بحرية اكتر. فرقم 1،
هنبدأ نبطل أي ردة فعل سريعة إحنا بنحطها في العلاقة. يعني أنت كنت دايما الأول لما بتستفزك برسالة، بتستفزك بحاجة هي بتعملها، أنت كنت بتتعصب جدا وبتتضايق. فدلوقتي لو هي بتستفزك، ابدأ قبل ما ترد بعصبية اهدى الأول. فأنا عايزك تسأل نفسك الأول بعد ما بتبدأ تهدى، الرد اللي أنا هقوله جوايا ده مناسب ليا ولشخصيتي ولا لأ؟ وأنا برد كده علشان خايف أخسر الإنسانة دي، ولا برد علشان أنا بحمي كرامتي؟ يعني مثلا لو الإنسانة دي نزلت صورتها مع حد تاني من زمايلها في الشغل، فأنت دلوقتي المفروض هتبدأ تتعصب عليها، بتبدأ تسأل أنا هتعصب عليها عشان أنا خايف إن الشخص ده ياخدها مني، ولا بتعصب عليها عشان هي جت على كرامتي أو عملت حاجة أنا مش بحبها؟ طيب لو كانت الإجابة عشان هي عملت حاجة أنا رافضها أو حاجة أنا مش بحبها، تبقى ردة فعلك محتاجة أتكلم معاكي من فضلك بكل هدوء. هل أنت راضي عن اللي أنت عملتيه؟ صراحة أنا ما أقبلش خالص باللي أنت بتعمليه ده، ولو هتستمري على الأسلوب ده فمن مصلحتنا إحنا الاتنين ما نكملش مع بعض. بكل احترام وأدب، شكرا على كده، نجحت 180 درجة. لكن لو كانت ردة فعلك علشان خاطر خايف إن الشخص ده ياخدها منك، فنصيحتي ليك اعمل نفسك مش شايف حاجة، ادخل اعمل لايك وحط قلب كمان، وربنا يخليكم لبعض، وعيش حياتك ما تبينش انك زعلان، ولما تكلمك اتكلم عادي بس خلي كلامك معاها يكون قليل، هتدعي لي بعدها. رقم 2، اطلب من الإنسانة دي إنها تكون واضحة معاك في العلاقة، وزي ما قلت لك مرة واحدة بس مش كل مرة. لو جيت تطلب منها الوضوح، انت بتحبيني ولا لأ، وقالت لك مش عارفة أو مش فاهمة أو خلينا بعدين أبقى أقول لك، ما تفضلش تتوسل ليها وتفضل تقول لها أرجوك قولي لي، ده هيفرق معايا جدا، لو سمحتي قولي لي. لا، لو لقيت العلاقة كلها ماشية في نطاق أنا مش عارفة، يمكن هشوف واقول لك، فانت من غير ما تحس هي بتديك الاجابه، تقول لك انا مش معجبه بيك، او انا مش عايز اكمل، او انا مش بحبك دلوقتي، او انا عايز ابعد دلوقتي. فانت خليك انت سباق بقى، وابدا اسبق وقول لها ايه تمام مفيش مشكله، وبعدها اختفي. بس مش اختفاء كامل، لا، احنا مش بنختفي اختفاء كامل، بنقلل مكالماتنا، بنقلل رسايلنا، هي اللي ما تتصل نرد عليها، نسيبها هي اللي تبادر طول الوقت، بتحول لطاقه استقبال فقط لا غير. لما تبدأ تحس في تغيير في السلوك ده، هي هتبدأ تفهم ان الرسالة وصلت لك، فتبدأ تغير هي من طريقتها معاك لو مش عايزة تخسرك، وتلاقيها بتهتم بيك زي المجنونة، وتلاقيها كمان هي اللي بتجري وراك طول الوقت. النقطة رقم 3، الحدود اللي هتحطها في العلاقة، خلي الحدود دي نتيجتها تكون باينة. يعني ايه؟ تبدأ تقول للإنسانة دي اسلوبك ده لو انت عملتيه معايا او اتكرر تاني، انا هنسحب من العلاقة او انا مش هكمل. بس المهم انك تكون مستعد فعلا ان لو قررت نفس النمط اللي بيضايقك تنسحب من العلاقة. لازم تكون مستعد للقرار ده كويس جدا. 99% من العلاقات لما بتيجي تستخدم الاسلوب ده، الانسحاب مش بيكون حقيقي، انت بتنسحب حفاظا على كرامتك، لكن الطرف التاني لما بيلاقي ده حقيقي بيبدأ يرجع ويكمل في حالة فعلا لو عايزك. لان اوقات كتير جدا الطرف التاني ممكن يعمل كل حاجة تستفزك عشان هو عايزك تمشي، مش عايزك تكون موجود في العلاقة، بس هو عايزها تيجي منك انت، ما تجيش منه هو. النقطة رقم 4، بلاش تستخدم اساليب فيها ألاعيب نفسية، وإلا أنا كنت قلتها لك لو كانت مفيدة. فحاول زي ما هي بتستخدم ألاعيب نفسية ما تستخدمش زيها، يعني ما تستخدمش ألاعيب نفسية ممكن تضر العلاقة. لأن أوقات كتير جدا ممكن مثلا تلاقي حد يقول لك لازم تستخدم ألاعيب نفسية زي ما هي بتستخدم ألاعيب نفسية، فده بيخلي العلاقة ما بينكم فيها حرب. لكن ممكن مثلا هي بتتجاهل فأنا بتجاهل، في حالة بس لو أنا عاتبتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ولقيتها بتستخدم نفس السلوك برضه، في الحالة دي هبدأ استخدم أسلوب زي أسلوب المراية، ده متاح عادي جدا. فلو لقيت الإنسانة دي مثلا بتتلاعب بيك جدا، ما تجيش تقول أنا لازم أتجاهلها عشان تجري ورايا، أنا لازم أخليها تغير علشان أقدر أسيطر عليها، هكلم واحدة تانية قدامها وأخليها تشوفني علشان دمها يتحرق فتبدأ تكلمني، أنا هختفي علشان هي تتعلق بيا أكتر وتدور عليا أكتر. فنفسيا أنت ما خرجتش من التعلق وما خرجتش من اللعبة نفسها، بس الفكرة انك بتحاول تغير اللاعب اللي بيلعب معاك. فالفكرة نفسها ان انا مش عايزك تعمل ده، انا عايزك تكون شخص محدش يقدر يتلاعب بيه، محدش يقدر يستفزه، محدش يقدر يسيطر عليه. دي الفكرة او الهدف اللي انا عايزك توصله. لان فكرة ان محدش قدر يتلاعب بيك او محدش قدر يسيطر عليك، يعني الفكرة العكسية بقى التانية هتكون ان الشخص ده ينجذب ليك اكتر.
ما هو انت لو سهلت فكره ان يتلاعب بيك، هو خلاص الموضوع بقى سهل بالنسبه له. فبقى سهل بالنسبه له يعني بقيت مضمون. بقيت مضمون يعني مش هينجذب ليك. فهمتني؟ النقطه بقى رقم 5، عايزك بقى ترجع لحياتك من جديد. لو ما بتلعبش رياضه العب رياضه. لو صحابك انت سبتهم عشان الانسانه دي، فارجع تاني لاصحابك من جديد. ارجع تاني اهتم بعبادتك، صلي وقرب من ربنا، نام كويس، كل كويس، حاول ان انت تتعلم اكتر وتطور من مهاراتك اكتر. كل ما كان ليك حياه مختلفه خارج العلاقه اللي انت فيها، كل ما جعلت الشخص اللي موجود في حياتك يهتم بيك. كل ما كان مالكش حياه غير العلاقه اللي انت عايش فيها، كل ما خليت الطرف التاني يتحكم فيك ويسيطر عليك. هرجع تاني واقولها لك، كل ما كان الشخص اللي موجود في حياتك شافك ان مالكش حياة خارج العلاقة، هيسيطر عليك. وكل ما بينت للإنسانة اللي موجودة في حياتك ان عندك حياتك الخاصة، عندك صحابك، عندك اهلك، عندك الرياضة بتاعتك، عندك الجيم اللي انت بتهتم بيه، بتتعلم، بتاخد كورسات، بتطور من نفسك، الحاجات دي كلها حياة خارج العلاقة، هتجري وراك، هتلاقي نفسك بتسيطر عليها من غير ما تحس. والسيطرة مش السيطرة المؤذية، بس هي السيطرة التوازنية. السيطرة اللي بيكون مثلا أنا مستنياني بلهفة، دايما بتفكر فيا، دايما مثلا أول ما بتصل بتكلمني، دايما بتبعت لي رسائل تقول لي أنت فين، طمنا عليك، أكلت ولا ما أكلتش، عملت كذا ولا ما عملتش. ده اسمه توازن صحي في العلاقة، لا بيأذيها ولا بيأذيك. ونصيحتي ليك الأسلوب ده ما تستخدموش مع حد بيتقي ربنا فيك. احنا بنتكلم عن الإنسانة التلاعبية، الإنسانة اللي بتستغلك وبتتلاعب بيك طول الوقت. فأتمنى إنك تكون وصلت معايا لنقطة زي دي. هستنى منك اللايك وكومنت جميل، واشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.